خلاص. خلاص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم صل وسلم عليه صلاة يخرجنا بها من ظلمات الوهم ويكرمنا بها بنور الفهم ويوضح بها عنا ما أشكل حتى يفهم أنه يعلم ولا نعلم وهو علام الغيوب. أما بعد، نواصل دروسنا مع كتاب مرتقى الوصول إلى الضروري من علم الأصول للإمام ابن عاصم الغرناطي المالكي، ونحن اليوم نقف على باب الحقيقة والمجاز إن شاء الله. تفضل. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. تعريف الحقيقة والمجاز. قال الشيخ رحمه الله تعالى: مستعمل فيما له قد وضع حقيقة يدعى بحيث وقع، وعكسها المجاز إن كان انتقل وهو على علاقة قد اشتمل، وليس الآحاد منه تفتقر للنقل شأن كل ما لا ينحصر، ثم كلاهما معا قد ينعكس في الشرع والعرف وليس يلتبس. وليست الحقيقة الشرعية لمن عدا القضية بالمنفية. ثم المجاز في لسان العرب يكون في المفرد والمركب، وهو تشبيه أو استعارة ومع زيادة ونقص تارة، وحيث ما عبر بالمسبب عن سبب أو عكسه بالسبب، أو اسم كل إن يكن قد أطلق لبعض أو عكس كذاك حقق، أو اسم ما مضى وما يستقبل ومثل ذا المعنى بوصف يحصل، أو اسم ما جوار للمجاور وقس على ذاك بأمر ظاهر. واللفظ ذو المجاز والحقيقة كذي اشتراك فاتبع طريقه. كذي اشتراك فاتبع طريقه. كذي اشتراك يعني كذي اشتراك، نعم، كذي اشتراك فاتبع طريقه. جيد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمة الله عليه: لن يتحدث عن لما انتهى عن المشترك مباشرة انتقل إلى الحقيقة والمجاز، وهذه كلها مباحث لغوية في الأصل، يعني لا المشترك ولا الحقيقة والمجاز، مباحث بلاغية بامتياز، وصدرت إلى مباحث علم أصول الفقه. لهذا الإمام الشاطبي في المقدمة الرابعة من الموافقات يقول: وكل مسألة موسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فرع فقهي أو آداب شرعية أو تكون خادمة له فهي عارية. وش معنى عارية؟ مستعارة. استعيرت من ذلك الفن في هذا الفن. هذا ما يسمى بتداخل العلوم في بعضها البعض، هذا جزء منه. يعني هذه مباحث بلاغية بامتياز، حتى المؤلف تقريبا ذكرها، لخصها على ما ذكر في كتب البلاغة. ولكن ما يستفيد منه الأصولي يستفيد بباب دلالة الألفاظ، هذا الحكم كيف يستنبطه وكيف يستخرج منه الأحكام. هو ربطه مباشرة بعد أن أنهى الحديث عن المشترك، انتقل إلى الحقيقة والمجاز. شكون يعطيني وجه العلاقة بينهم في أي شيء؟ وش هي علاقة المشترك؟ ما هو المشترك؟ اتحد لفظا واختلف معنى، ولم يكن لأحدهما مزية، وكان على الوضع شرط الاشتراك الوضع. وش معنى الوضع؟ الوضع العربي، يعني الأصل الأول. قال العين لأول شيء وضعت، قال وضعت للجارية والماء والجارحة والعين، و 16 معنى يا جماعة. هذا غير العين، 16 معنى. اليد لها 26 معنى، وإن كان اليد العلماء فيها خلاف. احنا عندنا كيجينا في باب القطع، قطع اليد السارق وقع عندنا إشكال. كيجينا في الوضوء وقع إشكال. هذه اليد تطلق على الكف، تطلق على المرفق، تطلق على الآباط، لأن الكلام العربي يتسع. نقعدوا غير في المثال البسيط باش ما نشردوش، اللي هو مسألة المشترك. جبنا لفظة العين، ما كانش الآن عنده يقول لي العين تحمل على الجارحة. وقلنا عند الأصوليين قالوا يجوز ماذا؟ أن تؤتى جملة
واش نقول أعطيتك عينين، ممكن اللي هي عين الذهب، وأعطيتك عين، ملكتك عين تاع الماء، ممكن ولا مش ممكن، ولكن دفعة واحدة. ولكن لما تدي العنصر تاع العين، على ماذا تحمله؟ لا، شنو قال لك على الجرح؟ السياق. ولكن هل العين في الوضع اللغوي عندها معنى ولا عندها معاني؟ بارك الله فيك. إذا كانت العين عندها معاني بالوضع الأصلي، فهي حقيقة فيه أم لا؟ إذن المشترك الأصل فيه أنه على الحقيقة، إن لم تكن هناك قرينة. الأصل أن العين هي عين على الحقيقة، العين الجارية على الحقيقة، وعين الجاسوس على الحقيقة، وعين الشمس على الحقيقة، وعين الذهب على الحقيقة، معناه هناك حقيقة. بقية المعاني الأخرى كيف تسمى؟ مجازية. هذه مجازية وينتا؟ شو المشكلة يا جماعة وراها؟ يكون الأول أصل عنده أصل الوضع الأول. إيه؟ إذا كان عنده أصل الآخرين يصبحوا. الآن هذه العين قلنا كل المعاني الأخرى حقيقية، ما عندهاش معنى مجازي. هو هذا بغى يوصل لك النقطة هذه. قال لك إذا ثبت لك الوضع اللغوي فهو الحقيقة، الوضع اللغوي، ثم جاءت بقية المعاني إذا ما كانتش هي بالوضع اللغوي فهي معاني مجازية، إذا كانت بالوضع اللغوي فهي معاني حقيقية وإن تعددت. لهذا وضعوا قاعدة، وش قالوا أن الحقيقة تعقل بنفسها، الحقيقة تعقل بنفسها، والمجازات لا تعقل إلا بحقيقة. يستحيل أن تأتي بمجاز من غير حقيقة. ممكن ولا غير ممكن؟ غير ممكن. ما من مجاز إلا ولا حقيقة. فشبهوها قالوا بالأب والابن، بالأصل والفرع. قالوا هل يعقل فرع بلا أصل؟ هل يعقل ابن بلا أب؟ قالوا الأب هو الحقيقة والابن هو المجاز. هل يوجد أب بلا أبناء؟ هل يوجد أب بلا أبناء؟ كيف لا؟ يا ولد ما أب كان أب بلا أبناء ولا ما كانش؟ قالوا أب إلا كان عنده أولاد. يا ودي معليش ماتوا روح يعقل أم لا يعقل؟ بعد ماتوا ما يهمش ماتوا نسألوها لك. يعقل أم لا يعقل؟ قال لك الأب يعقل من غير أبناء، الحقيقة تعقل من غير مجاز. ولكن هل يعقل أبناء بلا أب؟ قال لك لا. إذن قال لك المجازات لا تعقل إلا بوجود حقائقها. ولهذا شرطوا بين الحقيقة والمجاز 3 شروط. الشرط الأول مما تقبله لغة العرب، الشرط الثاني العلاقة، الشرط الثالث القرينة. يعني وانت علاقة في الحقيقة والمجاز 3 شروط: أن تقبلها لغة العرب في الحمل، هذا عن طريق التشبيه ولا الاستعارة، لغة العرب تقبلها. الأمر الثاني وجود علاقة. الأمر الثالث وجود قرينة. قالوا الآن ما الفرق بين العلاقة والقرينة؟ بين العلاقة، نعم، الفرق بين العلاقة والقرينة. قالوا القرينة جاءت للاستعمال. هذه العلاقة جاءت للاستعمال بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي. قال والقرينة جاءت للإيجاب، القرينة توجب الحمل، صح ولا لا؟ أو يقول لك أن العلاقة هي للاستعمال والقرينة هي للحمل. هذه القرينة للاستعمال. لما نقول أنا رأيت أسدا على المنبر، أو رأيت، ربما كان الأسد يطلع الجمع يكون محلول يطلع على المنبر، ممكن رأيت أسدا يخطب في المنبر. الخطاب هنا من خصائص من؟ من خصائص الإنسان. قال لك هذه قرينة مشبهة توجب، قرينة موجبة أنه يحمل هذا الليث على الإنسان، بخلاف نقول له رأيت أسدين. قد يكون أسدين حيوانين، وربما أسد بالصح وراجل قوي، تحمل ولا لم تحمل؟ بس احنا قلت تحتاج القرينة، ما عنديش قرينة مجبرة، ما عنديش قرينة موجبة. بس كي قلت يخطب
ولات قرينة موجبة. الآن قال لك لابد من وجد العلاقة. وجد العلاقة فين؟ القوة. هذاك في قوته وهذاك في قوته، وهكذا. نعم. قال نعم. القرينة، لأن السياق القرينة وش هي القرينة؟ القرينة إما أن تكون قرينة سياقية، وإما أن تكون قرينة مقالية، وإما أن تكون قرينة حالية. عن قرائن ثلاث: إما قرينة السياق هو اللي طلبها، وإما مقالية كما الخطاب هذه مقالية أو لفظ، بعضهم يسميها القرينة اللفظية، وإما أن تكون حالية الجو العام تاع المسألة في السياق الذي جاءت فيه، تحمل على كذا وكذا. قال مستعمل فيما له قد وضع. نعم. أقوال مخصوص المجاز. إيه هاني جاي نعد بينك، نعد نقول بسم الله. قال مستعمل فيما له قد وضع حقيقة يدعى بحيث وقع. قال مستعمل فيما له قد وضع، أن الأصل في الحقائق ما هي؟ ما وضعت لها ابتداء. ولهذا قالوا ما هو ضابط الحقيقة؟ قالوا ضابط الحقيقة التبادر. قالوا أمارة الحقيقة التبادر. أول ما يقفز إلى الذهن هو الحقيقة. يعني هذا قول واحد. قال وإن تزاحمت الأقوال فأول ما يتجه له العقل هو الحقيقة. ولكن هنا وقع إشكال فيما بعد، راح نشوفه ذكر المؤلف أن هذه الحقائق تختلف باعتبارات. الحقيقة الشرعية غير الحقيقة اللغوية غير الحقيقة العرفية. كل واحد من هذا له ماذا؟ تبادر. في الحقيقة الشرعية عندها التبادر تاعها، وصاحب الحقيقة اللغوية عندها التبادر تاعها. أنا كيجي في الشرعية ونقول الصلاة، أول ما يتبادر عندي ما هو؟ الصلاة المعروفة المبتدئة بالتكبير والمنتهية بالتسليم. ولكن لو كنا في كلية لغوية ولا درس في الآداب ولا، أول ما يقفز إلى الذهن ما هو؟ الدعاء مباشرة. نفس الشيء كي نمشي المسائل العرفية، أول ما نقول الدابة أول ما يقفز إلى الذهن ما هو؟ ذوات الأربعة. ذوات الأربعة. بصح أنا كي نجي معاه نطلع معاه ما في سيارة مرسيدس، أيوة نلقى جدا نضرب له على يدي أخويا الحمد لله مبروك عليك الدابة. موش يتنوى يتكمشوا مرسيدس شريها بجوج ملاير تقول لي الدابة، وهي ما يدبوا على الأرض. لأن العرف تاعنا بدا الدابة تمشي ديريكت للحمار. يقول لك أنا كيفاش شريها بجوج ملاير وتقول لي دابة؟ ما يعجبش الحال. عند اجتماع هذه غادي نجوها في تزاحم الحقائق، راح نجوها إن شاء الله. مستعمل فيما له قد وضع حقيقة يدعى بحيث وقع، يعني وقع الشيء الذي وقع عليه هو حقيقته. قال وعكسه المجاز إن كان انتقل، قال إن كان انتقل وهو على علاقة قد اشتمل. وعكسه المجاز، عكس الحقيقة المجاز. وش معنى المجاز؟ ما غير ما لم يوضع له ابتداء. مفهوم مخالفة إذا وضع له ابتداء هو الحقيقة، ومفهوم مخالفة لم يوضع له فهو مجاز. معناها كي نعرف أن المجازات نبحث عن الأصل المرتجل. أول ما أطلقت عليه اللفظة قال والله لم تطلق على هذا، إذن هو معنى مجازي. قال الغائط أول ماذا أطلقت؟ قال المكان منخفض، إذن هذا معنى مجازي أصبح في باب قضاء الحاجة. وليست الآحاد منه تفتقر للنقل شأن كل من لم ينحصر. قال لك ليس مطلوب في الآحاد المسائل هو السماعات، أنني كل حاجة نجيب فيها سمع، أن العرب سمعت فيها كذا. قال هذا يحصل، لغة العرب واسعة ومتسعة، ولكن ما اعتاد الناس على حمله، وبعضها الصور تلحق بها يعني بالانفراد. كل مسألة أنا لا أستطيع أن كل مسألة أجيب لك فيها السماع، لأن سبب الإشكال في الحقيقة والمجاز ما هو؟ الأولية، أول ما سمع. ولكن كان هناك أشياء لم يصل فيها سماع وقع فيها إشكال، وهذه التي توقفت على القرينة. قال ثم كلاهما معا قد ينعكس في الشرع والعرف وليس يلتبس. ثم كلاهما ماذا؟ الحقيقة والمجاز معا قد ينعكس، تصبح المجاز حقيقة والحقيقة مجاز. وإنت باعتبار العرف والشرع مثلا، باعتبار العرف والشرع قد تكون هذه في الشرع حقيقة، قال الصلاة هي حقيقة شرعية، وفي اللغة دعاء هو حقيقة لغوية. معناه يقول لي هنا ينعكس، تولي حقيقة المجاز والمجاز حقيقة. بالنسبة للصلاة أنا كشرعي تولي عندي في اللغة مجازية وفي الشرعية حقيقية.
والعكس تاع اللغوي. نعم. قال وليس يلتبس لا يلتبس بهذه الاعتبارات. نعم. لا يوجد إشكال إذا حدد الاعتبار، هل أنا منطلق من الحقيقة الشرعية ولا راني منطلق من الحقيقة اللغوية؟ كل واحد باعتباره. قال وليست الحقيقة الشرعية لمن عاد القاضي بالمنفية. قال لك الحقائق الشرعية هذه عن جمهور الأصوليين خلافا للقاضي. احنا قلنا إذا أطلق لفظ القاضي ما المقصود به؟ قولا واحدا. في مادة علم أصول الفقه إذا أطلق القاضي هو القاضي الباقلاني المالكي المتوفى 403. إذا أطلق الإمام هو الإمام الرازي. إذا أطلق إمام الحرمين جويني. إذا أطلق الأستاذ إسفرايني. إذا أطلق الإمام الشيخ الإمام صاحب من الجوامع الأبتع السبكي. هذه كلها مصطلحات، بخلاف كل شيء في كتاب حنبلي. كتب الحنابلة إذا أطلق لفظ القاضي عندهم هو القاضي أبي يعلى عندهم. وبعضهم كي يقولوا في كتب الحنابلة قال وهذا الذي ذهب إليه القاضيان. قال لك إذا ذهب إليه القاضيان في الحنابلة يأخذوا به الباقلاني على قول الأصوليين، والقاضي تاعهم شكون؟ أبو يعلى. قال لك إذا أطلق عن جمهور الأصوليين من غير كتب الحنابلة وهذا الذي ذهب إليه القاضيان، قال لك هو القاضي عبد الجبار المعتزلي والقاضي تاعنا الباقلاني. نعم. ولكن دائما يبقى القاضي الباقلاني هو صاحب الاسم. هو الآن قال لك وليست الحقيقة الشرعية لمن عاد القاضي بالمنفية. القاضي الباقلاني وش يقول؟ الوحيد اللي انفرد ما قال لهم ما كاش حقائق شرعية. القاضي الباقلاني قال لهم كاين حقائق لغوية زائد قيد. قالوا له كيف؟ قال لهم صح روحوا. قال لهم تموش قلتوا الصلاة. قال له قلنا لك بلي الصلاة هي المبتدئة بالتكبير والمنتهية بالتسليم، هذه الصلاة. قال لهم لا هي الدعاء كما قالت اللغة العربية. وكيف هو؟ قال لهم زاد قيد اللقاء زاد هي تاع الحركات. قال لهم كي نقول الله أكبر دعاء ولا مش دعاء؟ وكي نقرأ القرآن دعاء ولا مش دعاء؟ وكي نقول سمع لمن حمده الله أكبر التشهد السلام كلها أدعية. قال لهم الصلاة هي الدعاء. قال لهم ما أضيف عليها الحركات. فقال لهم هي ليس هناك حقائق شرعية وإنما هناك حقائق لغوية أضيفت لها قيود. وشوفوا كلام الباقلاني يفيدنا أنكم لا تجدون في أغلب التعريفات في الحدود أن يخرج حد اصطلاحي عن الحد اللغوي. نادرا وأن توجدوا حد اصطلاحي في واد والحد اللغوي في واد آخر. يعني نادر. دائما الحدود الاصطلاحية هي حدود لغوية زائد قيود. نعم. نعم. أيوة. إذن أصبح الآن عندنا الوحيد الذي ينفي الحقيقة الشرعية عن الحدود من؟ باقلاني فقط. باقلاني. قال ثم المجاز في اللسان العرب يكون في المفرد والمركب. يعني المجازات هذه كما تكون في الألفاظ المفردة تكون في الألفاظ المركبة. يعني لماذا قال لك الألفاظ المركبة؟ قال لك الألفاظ المركبة لأنها لها عدة معاني. فكما يجي المجاز يجيك في لفظة بعينها قد يجيك في عدة معاني مركبات. يعني يأتي في لفظة مثلا اليد على أنها القدرة، اليد على أنها النعمة، اليد على أنها الجريحة، تأتي في عدة معاني ممكن أن تركبها عليها. قال وهو بتشبيه أو استعارة أو مع زيادة ونقص تارة. يعني الآن هو دخل في المسائل المتعلقة بالحقيقة والمجاز في مسألة الزيادات والنقصان والحذف، وهذه كلها أنواع إن شاء الله. يعني باش ما نطولوش لأن غادي نذكرها في الحصة القادمة بالتفصيل كل مسألة ونذكر لها الآية التي تقابلها في القرآن الكريم. قال وهو بتشبيه أو استعارة ومن بعد يذكر أو مع زيادة أو نقص تارة أو حيث ما عبر بالمسبب عن السبب أو عكسه بالسبب أو اسم كل أن يكون قد أطلق لبعض أو عكس كذاك حقيقة. هذه كل مسائل من أنواع المجازات التي ذكرت عند البلاغيين قالوا من باب الذكر لا من باب الحصر. هو اقتصر على واحد 6 تاع الصور. إن شاء الله احنا في الحصة القادمة راح نديروا هنجيبوا كل مسألة بلاغية وما يقابلها في القرآن، يعني حتى ترتسم المسألة. في الأخير ننظر ما هي الفائدة الأصولية من الدرس البلاغي، لأن الآن ندرس فيه مادة بلاغية. أنا الآن كأصولي في الدرس وش فيني؟ أنا كنت تقريني فيها لأنها لازم نجيبوا مسائل تطبيقية للصور هذه باش نرتاحوا في المادة الأصولية. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.
آمين.